يؤسفني ويؤلمني ويؤسف المراجع إخوتي جميعا هو عدم قيام الحكومة بواجباتها أبدا. وهذه الحالة الفعلية التي أزمات اللي تتولد أزمات تولدت من سوء إدارة الحكومة، من سوء إدارة الحكومة. كهرباء فقط في المنطقة الخضراء مشعومة ما تنتفي، كل مكان ينتفي. لما؟ هاي أفغانستان يا إخوتي، أفغانستان أول احتلتها روسيا وعاصت الفساد، ثم جاء أسامة بن لادن لعين، هذا فعل ما فيها، فعل من الفساد والتخريب والإرهاب. ثم عادت أمريكا وما زالت أمريكا جاثمة على صدور أفغانيين، هذا بجيشها. ولا يوجد في أفغانستان بيت يعطي استكان نفط ما أكو. هذا أكو معادن أخرى غير مستغلة، لكن نفط ما أكو. عندنا هذا ميزانية العراق تعادل ميزانية 4 دول. هناك أخبار وصلتني حكومة أفغانية تمكنت من توفير كهرباء لكل قرية، في كل بيت في كل قرية. فعلى هذا الأساس بل نصحت أنا ومع إخوتي مراجع، نصحنا الحكومة فوق ما بالكفاية، ما ينفع معهم نصف. ولذلك في الانتخابات القادمة المحلية، يعني في المحافظات عند انتخابات المركزية، لابد أن تختاروا من يكون عنده ضمير، هذا يفكر فيكم قبل أن يفكر فيها هذه جيبه. اختاروا. وإذا عرفتم من يستاهل فهو، وإلى في واسطة وكلائنا مثل فضيلة الشيخ الجليل وباقي وكلائنا في العراق نحدد لكم من تعطوه صوت. فإذا انتخبتموه هذول الجالسين على الكراسي فلا تلومونا أبدا بعد، أنتم جبتوه راحتكم، أكلوا هذا الوجه لهذا اليد.